المركز الصيفي لعام 1432 هجري والمقام بمدرسة الجزيرة. جزاهم الله خير الجزاء على هذه الاستضافة. يسرنا ويسعدنا في هذا اليوم المبارك أن نفتح معكم موضوع مهم جدا، وهو موضوع الهيئة الملكية في قلوبنا. شباب، تتوقعون قبل 40 أو 50 سنة كيف كانت الهيئة الملكية؟ تفضل. كانت صحراء قاحلة، لا طائر ولا سائل. ممتاز جدا جدا. طيب، كم تتوقعون كلف إنشاء البنية التحتية فقط؟ تفضل. أكيد بالملايين. تفضل. ملايين بالملايين يا أستاذ. يا أستاذ، أنا أقول بالمليارات، المساحة كبيرة والشغل مضبوط. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، بالمليارات وأكثر وأكثر. تفضل. أستاذ، هذه بس البنية التحتية. طيب يا أستاذ، هذه المباني والمصانع والأماكن العامة كم تكلف؟ أحسنت، هذا السؤال اللي كنت أبي أسأله. تفضل. يا أستاذ، بالمليارات وأكثر وأكثر. ممتاز جدا. طيب يا شباب، هذه المليارات والخدمات عشان مين ومين؟ تفضل. أكيد عشاننا يا أستاذ، براحتنا. تفضل. يا أستاذ، نقول إن جزا الله الهيئة الملكية خير الجزاء، خير الجزاء. كل شيء متوفر، المباني والمصانع والأسواق الترفيهية والكورنيشات والفلة. إي والله، جزاهم الله خير. طيب ممتاز، يعني كل هالمليارات عشاننا حنا. طيب، وش الواجب علينا تجاه هذه الممتلكات؟ تفضل. حطوا بعين. تفضل. نحافظ عليها مثل بيوتنا. تفضل. نفكها من شر مع القليل. طيب، شوف المشهد هذا، هذول الطلاب يدرسون في مدارس الهيئة الملكية. تفضل.